هاي بنات، قررت أخيرا أبدأ رحلة خسارة الوزن. هدفي أنزل هالمرة 5 كيلو، وبصور معاكم يومياتي من أكل وشرب وتماريني وحتى الأيام اللي أخبص فيها. بنشوف سوا كم بتاخذ مني الرحلة وهل أقدر أستمر وأوصل لهدفي. وإذا فتحتوا الفيديو حتى لو ما كملتوه لا تنسوا تسووا اللايك لأنه بيحمسني أكمل السلسلة معاكم. وبس يلا نبدأ رحلة ال5 كيلو. على الخبزة السوردو وبكمل وارجع لكم. وبس كذا فطوري صار جاهز، بصور لكم في الشمس عشان يعني يطلع شكله مرة حلو. ايش رايكم بالفطور؟ بسوي كمان كوب شاي ان شاء الله. ويس، يعتبر الصراحة انه صحي وكذا، حتى لبسته على زيت زيتون انا مسويته. في هنا في شرايح طماطم مشوية وحركات وكذا وحلوم مشوي وعدبة. بسوي كمان شاهي، طبعا هذا سكر شاهي باجي، هذا مرة أحبه يعني. الحين بس بسوي وبس أحلى فطور. هذا كوب الشاهي، وهذا شو اسمه الشاهي. بضيف حبتين كذا كويس، بضيف معاها كمان نعناع. يس وبس كذا الشاي حقي صار جاهز. الشاي دوري سوي ماتشا. أضفت هنا تقريبا 4 جرام. هحط موية ساخنة وأخفق. وبس هذه الماتشا حقتي، ماتشا صحية. ما شكل الكوب حلو جنن. صار وقت الغداء وهذا غداي، قطعة سمك وتقريبا 3 ملاعق رز وسلطة، وعندك هنا خيار. طبعا مامتي الله يسعدها هي اللي طبخت. وبس مين أغلب وجباتي أحاول أقلل الكارب عشان يعني ينزل الوزن أسرع وزي كذا، وأحاول يعني أكثر سلطات. هذه السلطة كمان فيها يعني بروتين وفيها دجاج وزي كذا وقطعة سمك. وبس جاي عبالي أسوي ترند الكرواسون بالآيس كريم، فيمكن هذا الشيء الوحيد اللي حيكون يعني شيء ما هو صحي بالفيديو كله. لأنه أغلب الأكل اللي أكلته صراحة كان يعتبر صحي صراحة يعني. صراحة المهم الزبدة، فبروح أجيب الآيس كريم لأنه أوريدي عندي الكرواسون بالبيت، فأنا متحمسة أجربه معاكم إن شاء الله. يلا بروح البقالة. هذا مرة ينفع، هذا مرة أحبه، مرة كويس هذا، تاخذ منه. لا إغراء، كان نفسي أخذ هذه، هذا مرة طعمه، بس ما أبغى زعلت.
جبت من الأشياء دحين الكرواسون عندي هنا، وجبت الآيس كريم. هذا أكثر آيس كريم أحبه، مو أكثر يعني من الآيس كريمات اللي أحبها وزي كذا. فدحين راح أقطع هذا الجزء وبعدين أشيل اللي جوا وبعدين أدخل هذا هنا. أوكي فايس يشبه هذه السكينة كذا. المهم فإيش حسوي؟ أتوقع لازم أقص كذا شوية كبير. يو الكرواسون أيوة. طيب أحس باكل الجزء هذا. لا سعرات وأنا خايفة. شو اسمه ده؟ دقيقة، أحس هذا مرة صعب. إيش حسوي كذا عشان إيش أفرغ من جوا كذا. أحس تمام. أيوة. هذا كويس كذا تمام. هي برضو أحس كذا بلا سعرات. الزبدة راح أفكها هذه، قصيتها. واو يامي. المهم كذا أتوقع كذا وأدخلها أكتر. اوكي، أحس إني بقطع هذا الجزء. يمي. خلاص هنا راح أجرب. أدري إنه مرة حوسة بس أهم شي أجرب. من عند أختي دقايق. المهم جبت أختي عشان تجرب معايا، فهذا هو الترند. المهم أباك تجربي أول شيء كذا كله يعني كذا. شرب. كيف؟ مو حلو؟ not bad. بس أحس غير هذا. المشكلة إنه أنا ما أقدر آكل آيس كريم، يعني ما أقدر أعض الآيس كريم، عايزينه مرة بارد. كيف؟ ما عجبك؟ لا والله. كم من 10؟ 5. 5 من 10. أنا كم من 10؟ كم من 10؟ أنا كم من 10؟ أنت كم من 10؟ أصلا أنا ما 100 من 10. أصلا أنا ما أتقيم. سوي لنا سوشي تكفين. يا حيوان. هم يحبوني عشان أكلي بس، ما يحبوني أساسا. ما عجبك؟ أوكي خلاص نقفل. الباقي أنت حتكملين غصب عنك لأنه أنا مسوية دايت. حتى أنا مسوية دايت. بنات هنا جهزت أشيائي حقت الرياضة. طبعا مجهزته مرة زي كذا على أساس إنه بصور زي كذا بالعادة. والله حتى ما يكون لي خلق إني أرتب زي كذا، طبعا بس عشان التصوير. فراح أسوي هيت كارديو إن شاء الله 30 دقيقة زي كذا، وراح أسوي كمان مقاومة في برنامج اسمه 30 يوم لياقة. مرة حلو يا بنات، مرة حلو، ويعطيني كذا تمارين للفول بدي. فكل يوم يعني أدخل عليه وأتمرن حسب التمارين اللي هو معطيني. فمرة حلو للناس اللي يعني زيي يضيعوا في التمارين، ما يعرفوا إيش يسووا وإيش يعملوا وما عندهم جدول وزي كذا، فمرة حينفع معاهم. فبس والله إن شاء الله يعني هدفي إني أحرق أقل شيء يعني 300 سعرة، فإن شاء الله يب ليش لا. في ساعتي بشغلها الحين، دائما أشغلها كذا على متعدد الرياضة. ما أعرف هو صح ولا غلط، بس يعني خلاص خليها شغالة لين أخلص التمارين. كذا بديت بخليها شغالة لين أخلص التمارين بإذن الله. وبكذا يكون خلص يومي معاكم. حاولت اليوم ألتزم بأكلي مع شوية تخبيص وأتحرك أكثر وأتمرن، وخلوني أوريكم كم كانت سعراتي اليوم وكم تقريبا حرقت بالتمرين. بصراحة أحس أهم شيء إنه نستمر
وحتى لو خبصت أو لخبطت يوم أو يومين طبيعي يعني. إذا حبيتوا تشوفوا معي باقي رحلة نزول الوزن لا تنسون الاشتراك بالقناة وتحطون لايك، وأشوفكم بالفلوق الجاي. باي.